كيف اعتنق الحشوية عبادة الإنسان الكبير؟ وأنا متأكد هم الآن أغلبهم الآن يكذب ويقول هذه بكاش منها، وهي كاين منها موجودة في كتبكم. اقرأوا كتابي. اعتنقوا عبادة الإنسان الكبير فهما خاطئا لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق آدم على صورته. إن الله خلق آدم على صورته. ذهب السلف والخلف إلى أن الضمير الهاء على صورته، الهاء يعود على آدم، لأن آدم عليه السلام ما كانش جنينا، ما كانش نطفة، ما كانش رضيعا، ما كانش مضغة، ما كانش علقة، ما كانش رضيعا، لم يكن طفلا، لم يكن شابا، وبالتالي خلقه الله على صورته كما هو. لم تكن له صورة في الجنة ثم له صورة أخرى في الدنيا، وإنما صورته واحدة. هذا معنى الحديث. لكن ابن تيمية شذ عن الأمة فقال: إن الله خلق آدم على صورته، الهاء تعود على الله، الضمير يعود على الله. فإذا كان الضمير يعود على الله، إذن الله تبارك وتعالى في شكل آدم، في صورة آدم. فلما اعتقدوا أن الله في شكل آدم بدأوا يبحثون له عن الأعضاء، فجعلوا له رجلين، وجعلوا له ساقين، وجعلوا له جنبين، وجعلوا له فخذين، وجعلوا له ذراعين وساعدين وكفين وأصابع وعينين، فشكلوا إنسان يجلس على العرش، وجعلوا له فما ولهوات وأضراس وأذنين، وجعلوا هذا الإله في تصورهم وفي عقائدهم وفي كتبهم التي يوزعونها على الشعب الجزائري وعلى المسلمين، يعتقدون أن الله استوى على العرش بمعنى جلس، يجلس على العرش، ويضع قدميه على الكرسي، ويضع رجلا على رجل، ويستلقي هكذا، يستلقي على ظهره. فهؤلاء يعبدون إنسانا كبيرا.